اليوم إذا التأم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماع ضم السادة رؤساء النوادي وممثلي النوادي المنتمية للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. الاجتماع الحقيقة في البداية متاعه تم تقييم كل المرحلة الأولى للبطولة الوطنية اللي امتدت على ثلاثة فترات مختلفة. دونك ثلاثة فترات. الفترة الأولى كانت في قالب 4 جولات ثم راحة، ثم الفترة الثانية في قالب 7 جولات ثم راحة، ثم الفترة الأخيرة في قالب 7 جولات. باش هكاك نكونوا كملنا الشطر الأول من البطولة متاع الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. ثم تم التطرق باقي المشوار الرزنامة العامة. الرزنامة العامة اللي فما بعض المحاور اللي دخلت فيها ولا كانت موجودة اوتوماتيكمون باعتباره انه الحقيقه الالتزامات الوطنيه نتاع المنتخب الوطني التونسي في فتره اولى، ثم المشاركه نتاع المنتخب في كاس افريقيا، كيف المشاركه نتاع المنتخب الوطني في كاس العرب، والمشاركه نتاع مختلف الانديه التونسيه في المسابقات القاريه، اضافه الى فتره التوقف الدولي المره هذه اللي كانت منقسمه على 6 فترات. هذوما كلهم اثروا نوعا ما على الاختيار وتحديد المواعيد نتاع البطوله الوطنيه. دونك الشطر الثاني تم الاتفاق اليوم مع الساده رؤساء الجمعيات وممثلي الجمعيات، وتم تحديد باقي الرزنامه العامه اللي بتوصيات من فيفا كيف معناتها باش نحاولوا بقدر الامكان انها تكمل نهار 17 ماي. هذا اللي تم. سجلنا حضور تقريبا 10 انديه من جمله 16، والانديه هذوما تباعا باعتبار عمليه تسجيل ممثلي النادي الافريقي، الاتحاد الرياضي ببن قردان، النادي الرياضي الصفاقسي، النجم المتلوي، الملعب التونسي، النجم الرياضي الساحلي، ترجي جرجيس، شبيبه العمران، الاتحاد الرياضي المنستيري، والترجي الرياضي التونسي. بالاجماع تم الموافقه على باقي الاستحقاقات، تم الاجماع على تحديد كل التواريخ لمختلف الجولات، وان شاء الله بالتوفيق لكل الانديه التونسيه في باقي مشوار البطوله الوطنيه للرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم. باقي المواعيد الجوله 21 باش تكون ايام 13 14 و 15 فيفري. فما جوله تدارك اللي باش تكون نهار 17 و 18 فيفري الجوله 19. الجوله 20 نهار 21 فيفري. الجوله 21 للتدارك ايضا نهار 24 فيفري. ثم نرجعوا للباقي مشوار البطوله. الجوله 22 باش تكون يومي 27 28 فيفري. الجوله 23 ايام 6 7 8 مارس. الجوله 24 باش تكون ايام 3 4 5 ابريل، فضلا عن المسابقه نتاع كاس تونس. دونك هذوما المواعيد اللي تم ضبطها وتم الاتفاق عليها، في انتظار انه تم عرض باقي المواعيد على الساده الحاضرين، وبالتالي معناتها الباقي نتاع البطوله باش يكون قابل للتغيير. وهذا رهين المشاركه نتاع الترجي التونسي في مسابقه كاس رابطه الابطال الافريقيه.